ربى وأنشأ جيشنا البطل أسود لا تهاب الموت، أشاوس لا تعرف معنى الاستسلام، أثبتوا جدارتهم في الميدان فأركعوا الجبناء ليرجعوا خاسئين. ستشاهدون في هذا الفيديو أقوى وأخطر 5 جنود في جيشنا الأبي. عبد العالي ولد قادة، من ضابط سابق في الجيش الوطني الجزائري قبل التقاعد إلى واحد من أهم وأكبر مدربي الفنون القتالية بالجزائر. عندما تذكر مدرسة الفنون القتالية المختلطة بولاية سعيدة، لابد أن تذكر معها المدرب الكبير عبد العالي ولد قادة. معنى الرجولة والقوة متمثلة في هذا الأسد من أسود جيشنا الأبي. المدرب ولد قادة، الملقب بوحش المتوسط، الذي شرف الجزائر في عدة مناسبات وطنية، مستشار الرئيس الاتحادية، مكلف بالفنون القتالية المختلطة والاستعراضات، صاحب مدرسة تكوين في الفنون القتالية المختلطة، له برنامج طموح في اكتشاف المواهب وصقلها. نتمنى له كل التوفيق في مهمته النبيلة. فوزي سالمي، شهيد العشرية السوداء وأسطورة القوات الخاصة، أمنا الطبول الجزائرية، إنه سنبل أشهر المقاتلين وصانع أمجاد المظليين المغاوير، عرفته غابات وشعاب ووديان سطيف، خاصة ببابور، سرج الغول، حربيل، بنى عزيز وغيرها من البلدات والقرى. مقاتل شرس وبطل مغوار، لا يخشى الموت ولا يهاب العدو. كان يمتاز بالشراسة والنباهة والقوة والشجاعة والإقدام. اسمه الحقيقي فوزي سالمي، ويعرف بسنبل، عريف أول في القوات الخاصة من عائلة فقيرة تنحدر من بلدية أم الطبول بولاية الطارف. انخرط في سلاح المضليين سنة 92. عرف عنه الانضباط في العمل والهدوء والشجاعة النادرة والاحترام بين زملائه وتقدير قادته. كان ضمن الفوج الأول مضليين مغاوير الذي تمركز ببابور سنوات التسعينات، وفي هذا الفوج ذاع صيته وأصبح أشهر من نار على علم بالمنطقة. كيف لا وبطولاته في دحر الإرهاب أصبحت متداولة لدى الصغار قبل الكبار. شارك في معظم الاشتباكات التي خاضها الجيش في منطقة سطيف مع الجماعات الإرهابية، وقضى على الكثير من الإرهابيين المعروفين في جبال وغابات بابور وبني عزيز وعين الكبيرة وحربيل وبوقاعة. يقال أن صوره كانت تتداول بين المقاتلين من قوات الصاعقة كاعتزاز وفخر بين العساكر. شوهد في الكثير من الأحيان وهو يتجول في مدينة بابور أو عين الكبيرة بعد قيامه رفقة أصدقائه بعمل بطولي في الجبال القريبة. قتل غدرا في نهاية التسعينات بإحدى غابات منطقة حربيل في الشمال الغربي لولاية سطيف. لأن سنبل كان يصعب قتله في مواجهة مباشرة. رحم الله أسطورة القوات الخاصة الجزائرية، ورحم الله كل شهداء الجزائر. الجلالي بوقدرة، إنه المسطاش البطل المساعد الأول من أبطال القوات الخاصة، ابن مدينة معسكر، مساعد أول في الجيش الوطني الشعبي، مدرب الرماية دفعة 1990 بالقوات الخاصة. سجل حافل من الإنجازات في العشرية السوداء. احتل المرتبة 2 عالميا في الرماية بالأسلحة الخفيفة وثقيلة التي أقيمت في روسيا. نتشرف ونعتز بكم يا أبطال الجزائر. زيدان نور الدين، هو الشهيد محقق الشرطي الرئيسي، أكمل مناوبته الليلية، وكانت قبلها بليلة سرقت الجماعات الإرهابية سيارة من نوع غولف تابعة للمصلحة. وصلت قوات الأمن معلومة أن السيارة المسروقة بأحد محطات البنزين بالرايس حميدو بالجزائر العاصمة. بصدد تعبئة البنزين حاصرت قوات الأمن المحطة. خرج مسرعا مرتديا سترة الأمن فقط، رغم أنه كان منهك ويستطيع أن لا ينخرط في المهمة، إلا أن أرادته وصفاء قلبه وشخصيته التي لا تقبل الإذلال دفعته أن يخرج للمهمة، واسمه ليس مدونا في وثيقة المشاركين. فالمهمة وداهم سيارة الإرهابيين وطلب وثائق السيارة،
ليتلقى رصاصة طائشة من الإرهابيين في القلب. قاوم وهو مصاب ولم يسقط، بل ورد الاعتبار لنفسه ولكل المظلومين من بطشهم، وأردى كل الإرهابيين قتلى، قضى عليهم كلهم متبادلا النار معهم. وكان قضاء الله أسرع من كل شيء، ليرزقه الله الشهادة في سبيل الله والوطن، ويكون ضمن قوافل الشهداء في سنة 94. استشهد الأخ نور الدين وهو في طريقه للمستشفى بالرايس حميد رحمه الله. العقيد عثمان بولحيا، عقيد الذي واجه الإرهابيين مباشرة في الاشتباكات في الجبال والغابات. يحسب للعقيد عثمان رفقة ضباط سامين آخرين في الجيش نجاحهم في نقل القوات الأمنية الجزائرية من موقع الرد على الاعتداءات الإرهابية بعد وقوعها إلى الهجوم وملاحقة الإرهابيين في معاقلهم. وتمكنت قوات الجيش بفضل هذه الاستراتيجية الناجعة من الوصول إلى هرم إمرة المدعو عبد المالك درودكال الأمير الوطني للتنظيم الإرهابي، ونجحت في القضاء على أمير كتيبة طارق بن زياد التي تنشط تحت إمرة درودكال مباشرة. العقيد عثمان كرس سياسة تبنتها مصالح الأمن خلال السنوات الماضية من خلال قيامه شخصيا بتنفيذ العمليات العسكرية رغم أنه ضابط سامي في الجيش، والدليل هو العملية الأخيرة ذلك الوقت في بجاية، وكان يواجه الإرهابيين مباشرة في المعارك التي يحسن إدارتها بفضل خبرته، ويشهد له أيضا بصموده ورزانته وثباته، وكان قدوة لضباط الجيش الشباب، ومثالا كذلك للجنود الذين أصبح يلازمهم في الجبال والغابات في ظل تكثيف عمليات مكافحة الإرهاب بعد أن طلق الحياة المدنية، وأمضى حياته في الجبل إلى أن سقط شهيدا في ميدان الشرف. لحظات قبل استشهاده طلب من والدته التكفل بأبنائه أنيس وأمين. الجبهة حكمت عليك بالموت. آلي لابوانت، ذلك الشاب الجزائري الذي دوخ فرنسا، فما تزال صورته عالقة في ذاكرة الأجيال، خصوصا عند فئة الشباب، حيث يعد واحدا من أبطال معركة الجزائر وفدائيي العاصمة. ما يميز قصة علي تغير وجه أحيائنا الشعبية بالجزائر بصورة واضحة في السنوات القليلة الماضية، حيث صارت الاعتداءات والسرقات أبرز ما يميز يوميات البهجة بعدما كانت ديزاير القديمة، معقلا لقيم الرجولة والشهامة والنخوة وغيرها من القيم التي نشأ عليها أجدادنا وآباؤنا من أولاد البلاد الذين تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. زبير سنيترا، الاسم الأشهر بالجزائر سنة 2018. كما كشفت العديد من المواقع أثناء بحثنا أن سنيترا كما يدعى هو من تسبب في